ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. لو بتشوفيني لاول مره، انا امل ميك اب ارتست من اسكندريه. لو حابه تشوفي لوكات الميك اب اللي بعملها وصور العرايس وكل حاجه، هتلاقيني سايبالك في صندوق الوصف اللينكات بتاعه البيجات بتاعتي ورقم للتواصل، وهسيبلك كل حاجه في صندوق الوصف. ولو مره بتشوفيني ومش مشتركه عندي في القناه، اتمنى تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاع النهارده. بصوا بقى، الريفيو النهارده سريع كده علشان انا جايه بس اسالكوا سؤال. لو حد مجرب الشيء ده يقول لي ده ايه، يعني هما كان قصدهم ايه لما عملوا المنتج ده المفروض ان هو ان هي صابونه حواجب يعني بتاعت شي جلام، بس طبعا مش الاوريجينال. كانت منتشره قوي الفتره اللي فاتت على الفيسبوك وكل الجروبات اللي بتبيع ميك اب اونلاين وكده. كانت منتشرة قوي الصابونة دي عليها، وقلت هجربها. يعني كل البيدجات اللي كانت بتباعها كلهم بيقولوا ان هي تحفة وعليها طلب يعني كتير وكده. فانا قلت يعني صابونة حواجب ب35 جنيه وبيقولوا عليها الكلام ده، لا ده انا اجيبها بقى اجربها. رغم ان انا اصلا يعني ما بستعملش صابونة حواجب في شغلي، ولا بحبها ولا بحب شكل الحواجب وهي متثبته كده والشعر واقف لفوق كده بصابونه الحواجب. يعني انا ما بحبش الشكل ده خالص، بس انا الفضول بقى هو اللي خلاني يعني عايزه اجرب، فجبتها. تمام. عايزه بس الفت نظركم لحاجه عشان محدش يقول ان انا يعني عملت حاجه غلط. هما هنا كاتبين في التنبيه يعني الحاجات دي. طبعا الاستعمال الخارجي فقط، يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال، يرجى حفظ المحتوى بعيدا عن الشمس المباشره. يعني ما تحطش في شمس. طبعا هي صابونه حواجب، فطبيعي لو اتحطت في الشمس او في درجه حراره يعني هتسيح. تمام. تعالوا بقى اقول لكم انا عملت ايه فيها. انا عماله احاول فيها، انا جايباها بقالي شهور على فكره ووديتها فرص كتير ومفيش فايده. مبدئيا كده انا مطلعاها من التلاجة. يعني شايفين لو اخدتوا بالكم كده ايه اللي هو يعني اهي باينه اهي. يعني لسه مطلعاها من التلاجة. تلاجة ايه؟ انا لسه مطلعاها من الفريزر. انا خلاص يعني لو انا اخر ما زهقت بجد منها حطيتها في الفريزر. اللي هو انا قلت التلاجة مش هتعمل حاجه يعني للدرجه دي. طب خلاص نحطها في الفريزر بقى. ماشي. تعالوا بقى نشوف شكلها من جوه. هي مش عايز تتفتح كمان. بصوا شايفين هي سايحه ازاي؟ هي هتتقلب. انتوا شايفين؟ تخيلين ان دي حاجه اصلا طالعه من الفريزر. يعني انا حطاها في الفريزر بقالي حوالي ساعتين مثلا، وقبل كده كنت حطاها في التلاجة. يعني انا لما لقيتها سايحه قوي كده فحطيتها في التلاجة وقلت هخليها في التلاجة ولما اجي استعملها مثلا او لما احب اجربها، عشان انا عايزه اعرف هي بتدي شكل ايه على الحواجب. يعني انا عايزه اجربها، عايزه اشوف حلوه فعلا زي ما بيقولوا ولا لا. فقلت خلاص انا هحطها في التلاجة طالما هي سايحه كده. هحطها في التلاجة ولما اجي استعملها او لما اجي اجربها هطلعها. هي ما بتجمدش، يعني هي بجد ما بتجمدش، هي كده بس. شكرا. دي صابونة الحواجب. يعني دي ما حصلش جل حواجب. جل الحواجب ما بيسيحش كده في عز الصيف. يعني في شهر 8 انا بطلع جل الحواجب والجل لاينر، انا بطلعهم جامدين عن كده. ايه بقى ده؟ ميه. يعني شايفين؟ ميه ما بتجمدش خالص. القوام بتاعها بقى يعني انا مش عارفه برضو. بصوا والله بجد ميه. فانا مش عارفه يعني، انا مش عارفه ده عيب مني بقى ولا ايه. وبرضو يعني للامانه هي وقت ما يعني انا طلبتها اونلاين، وقت ما جات لي ما كانتش كده. يعني هي كانت ماسكه نفسها شويه بس، يعني ساحت قوي كده. يعني ده ايه ده؟ فانا بجد مش عارفه. يعني بصوا زي ما انتوا شايفين كده عامله زي مش عارفه اوصف لكم. يعني زي مثلا قوام عسل النحل كده شويه، وما بتجمدش حرفيا. يعني في ايه اكتر من ان انا بحطها في الفريزر وما بتجمدش؟ يعني هي كده خلاص. فانا مش عارفه ده ايه، ومش عارفه يعني انا مش عارفه دي مع كل الناس كده ولا في مشكله عندي ولا ايه. مش عارفه. فانا مش عارفه بقى المشكله في ايه، ومش عارفه. انا كده مش هستعملها خلاص. يعني انا هرميها لان انا اديت لها فرص كتير قوي وانا محتفظه بيها كل ده عشان بس اعمل لكم فيديو بس واقول لكم ان بجد والله مش اي حاجه تلاقوها منتشره كده على النت او اي بيج بتبيع حاجه بتشكر فيها قوي يعني تفتكروا انها بجد حلوه. لان في حاجات كتير قوي بنتخدع فيها. يعني انا اتخدعت فيها بجد. كنت فاكراها احلى من كده بس طلعت بجد بشعه ومش حلوه خالص. يعني انتي ال35 جنيه دول اشتري بيهم صابونه
جليسرين من الصيدليه وهتعمل نفس اللي صابونه الحواجب بتعمله، اللي هو انا ما بحبهوش يعني، بس انتي لو عايزه تعمليه اشتري صابونه جليسرين من الصيدليه، لان ده كده ده هيترمى في الزباله اصلا، فملهاش اي لازمه بجد. وصلاحيتها لسه برضو عشان محدش يقول لي مثلا صلاحيتها انتهت او حاجه، لا صلاحيتها شغاله لحد 2028، يعني عاملين صلاحيه 5 سنين وهي اصلا بقالها كام شهر وساحت خلاص مش نافعه. عايزه اقول لكم انا ما استعملتهاش اصلا خالص، يعني حتى ما جربتهاش، لان انا اول ما هي جات لي ما استعملتهاش، يعني ما كنتش فاضيه اجربها وكده فما استعملتهاش. لما جيت بقى اجربها ولقيتها سايحه والكلام ده، يعني ما جيت اجربها ده بعدها بكام يوم، مش كتير يعني. اما جيت اجربها لقيتها سايحه، قلت احطها في التلاجة يمكن تمسك نفسها، ومن ساعتها بقى يعني هي عماله تسيح اكتر، يعني فاهمين؟ ودي لسه خارجه من التلاجة زي ما قلت لكم. فلا يعني اي حد يشوف صابونه الحواجب دي بجد ما يجيبهاش، لان ملهاش لازمه، يعني هتدفعوا فلوس على الفاضي. انا عارفه ان هي كوبي ومش اوريجينال، مش جلام الاوريجينال، يعني انا عارفه الكلام ده كويس، بس انا حبيت اجربها يعني زي اي حاجه بجيبها بجربها، وهي طلعت وحشه قوي، فقلت اقول لكم عشان محدش فيكم لو شافها يعني يجيبها او كده. بس كده يا بنات، هو ده كان الريفيو بتاع النهارده، وما حبيتش اطول عليكم، ومش هقول لكم طبعا البيج اللي انا جبت منها الصوب دي، لان مفيش داعي اقول لكم عليها يعني، لان هي كانت تجربه مش كويسه بالنسبه لي، فانا مش عايزه بس يعني اقطع رزق حد او اي حاجه، لان هم بيبيعوا حاجات تانية كتير قوي، ومش معنى كده ان هم حاجاتهم كلها وحشه، لا يعني هي دي حاجه انا جربتها وطلعت مش حلوه، فقلت اقول لكم عليها عشان محدش فيكم يجيبها يعني. بس كده يا بنات، ده كده كان الريفيو بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وباي باي.